الديوان سيدة عراقية في 30 من عمرها، كانت سعيدة في حياتها مع زوجها وأبنائها ال5 رغم فقرهما الشديد، إلى أن جاء اليوم الذي خرج فيه زوجها فرج ولم يعد بعده ليترك لها 5 أيتام. قبل سنة أخويا كان حارس مال مدرسة، طلع على باب الله يبيع جقاية، الجمل ما يخافون الله قتلوا. بقت زوجته عندها 5 أيتام، 3 ولد و2 بنات. يا بشيلي ما يصيريش تبقين انت هنا، قالت أنا ما حد يأذيني، حرمة أنا عندي ذول الأيتام وعلى عيشتهم. بقت اضطرت السيدة زينب بعد مقتل زوجها للعمل كمنظفة في إحدى المدارس المجاورة لبيتها لكي تضمن لأطفالها ال5 لقمة العيش، وبقيت على هذا الحال قرابة العام إلى أن حصلت الفاجعة وتفجر من جديد بركان الحزن في هذه العائلة في ذلك اليوم الكئيب الذي ستروي أحداثه لنا ابنتها مها. أنا اسمي مها وعمري 15 سنة، 5 اخوان عندي، اكبر واحد عمره 15 سنة وانا داخله مدرسة. طلعنا الصبح انا وامي، هي تطلع ب8 الصبح تروح للمدرسة تداوم، ترجع ب12 الظهر، من ترجع تشتغل خبازة، تلقى الطحين مكوم تيجي تعجنه بال4 تخبز وتوزعه. طلعنا انا وامي الصبح، طبقت يمنا سيارة برنس بيها 4 على 300 ولازم كل مرة شاشة ومسدس. نزل عليها القدام قال لنا صعدوا، قالت له انا عندي 5 ايتام وارد اعيشهم ما عندي شي جاي، قال صعدوا ويانا. دبت روحها بالكا على مود ما يقدر يسحلها، نزل عليها السايق سحلها منا، قال صعدي هاي عباتها انشقت منا ولو راوج عباتها هذا الطلق بيها. شوف ها زين هاي عباتها طاحت بالقاع، نزل عليها السايق قال صعد، قالت لا ما صعد كان يضربها هنا، هسه قصتها ماتت مفتوحة منه. طاحت، انا اكو زاوية قتلت بيها يعني خفت، قتلت بيها رجعوا عليها خاف عدله ضربوها 6 طلقات ببطنها وبرجليها 2 وعافوها وطلعوا. وانا جيت انا واخوتي التميت عليها نبكي نصيح نريد واحد يرحمنا ويجي يشيلها ماكو. اخويا هذا طلع صدره وقام يرضع بيها، قال يما قاعدين اريد ارضع وهي فايضه بالدم، اخويا يرضع بيها عمره 2.5 سنة. زين ظلت ليلة 12 احنا قاعدين يمها ونبكي بنص الشارع. اقول اخوتي يعني وخروا العباية حتى يبعون على وجهها، وجهها فايض بالدم يعني ما مبينه هي. زين قاموا يبكون ويصيحون، هذا اخويا همين قام عافانا وشبكه وقام يبكي عليها، قال يما قاعدين ليش تعوفيني. احنا قاعدين بالبيت الصبح، هذا انا قاعد العب، جت مها قالت لنا امي قتلوها بشارع ممدده، رحنا وشفناها وقمنا نبكي عليها. إذا كان حسن الابن الأكبر لزينب ذو 15 عاما لم يتمكن حتى الآن من استيعاب ما جرى لدرجة أنه يقضي الليل كله قرب قبر والدته، فما هو حال ابنها الصغير الذي لم يتجاوز 2.5 سنين؟ احنا نفتهد بس هذا الطفل الليل كله يبكي يقول اريد امي وانا ودي. البارحة الليل كله قاعد والله الطيب موزة الطيب برتقاله ما يريد، اقف تربيه بالحوش اريده يسكت من ساعة في تربيه بالحوش. هاي قبل لا تجوني ب5 دقايق انا قعدت. شنو ذنب هذا الطفل يعني طفل شنو ذنبه؟ زين ما انكسر قلوبكم من قالت لكم عنده يتامى 5 يعني ما انكسر قلوبكم؟ يحال مصلي يقول روح يقول لعمتي خلي ارضع منها وديت راضعه، هم خطيه عمتي هاي عندها بتها وهو شي يصير. زين ترضع واحد منا وواحد منا حتى يسكتوا. هذا للصبح يبكي اريد امي. زين انا بهالحاله شو اسوي؟ ما ادري ارضعه ما ادري ارضع بنتي ما ادري. خال الأيتام رجل فقير الحال مصاب بالصرع
وله 5 أبناء ومهجر من داره. استقبل أبناء أخته ال5 أيضا في بيت لم يبقى منه سوى الاسم. يعني شغل وعمل ما عندي، فاني لا راتب لا مثلا اقدر اشتغل اي شغله. اذا اشتغل عماله يعني رد ابلع حبايه الصبح، اذا الحبايه للظهر اوقع. والله العظيم هسه حتى ما عندنا يعني طحينه شويه 12 نفر هم، وهسه امتي طحينهم خلاص. وهسه والله يعني الشكوى لله سبحانه وتعالى، والحمد لله والشكر على كل شيء.